راح نشوف مقتطفات وانت تغنين انت وسامر. اوكي. بعدين نرجع نشوف ممكن نغني هنا ولا لا. ماشي. إذا بدك روح بس خدني معك، لو إن بدك روح ما رح أسألك، بس بدي أكون معك وإلك، حبك وتحبني أميرة وملاك. كان لسه فيني قلك بحبك، كان عندي وقت احكي معك، كذبة كبيرة كذبة وصدقتها، بعرف ما رح تيجي بعرف وناطرتها. الغيب أزرق معه حبيبي ما أطمعه، وما اجت وعذرتها وبزيادة حبيتها. كذبة كبيرة كذبة وصدقتها، تعرف ما رح تيجي بعرف وناطرتها. علي لا تحاول بليز. يعني شو؟ لا بس عشان المايك بس يمكن يخرب عندك. يمكن هون ما تسمعوني منيح. بدي اعتذر منك معلي، انا ما حابه خجلك، بس انا بحس انه يفضل انه وظف هاي الموهبه اذا كانت موجوده عندي بالدراما وبالتمثيل. انا ماني مطربه. طيب ما اختلفنا، غني اللي غنيتيه في الدراما. ايه هداك شيء ثاني، هداك وضع ثاني، هلا انترفيو. طيب يعني احتراما للمطربين اللي اصواتهم كثير حلوه، فما يعني انت ما بدي بهدل حالي. انت مفترض ان صوتك مو حلو. عندي خامه منيحه بس انا مؤديه طيب نسمع. بالدراما. طيب نسمع. لست مؤديه مغنيه، مؤديه بالدراما. نسمع شويه بس ماني مطربه. شويه بس. شو بدي سمعك؟ طيب مع انه نحن على روتانا خليجيه رح نغني شيء خليجي يصير. جميل بس قرب المايك. اذا نشزت بس مرق. أنا لك يا بريق الماس، أنا الألماس وانتي لمعة الماسة وحساسة، وقلبك موطن الأزهار، وأنا اللي يعشق الأزهار، وغيري يكطف إحساسه، ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد، إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة أنفاسا، ولكن ما يهم اللي تولع في غرام الورد، إلى ما نسيته وردة سقاها بلهفة أنفاسا. يا بنت النور يا بنت النور، يا عقد من الولا منثور. يا عيني شاز. حلو. لا حلو حلو كثير. بنت نور محمد عبده. عموما لا بالعكس اغنيه ثانيه. نو واي، لا خلاص حالش بكفي. طيب اعطيناهم جرعه كافيه للعالم. مشاريعك يعني المستقبليه انت عندك نيه، يمكن انت نيه شخصيه، وايضا هناك طلبات او عروض سينمائيه. هلا انا كذا مره سئلت انه ليش ما بتشتغلي بالسينما كتمثيل. هلا يمكن لانه بسوريا بتعرف انه نحن عنا الشيء الاقوى هو الدراما اكثر من السينما، وعيني دائما بتضل على السينما، بحب عالم السينما، بحسه شيء خاص ومختلف بحد ذاته. وطموحي الكبير طبعا انه انتج للسينما. في هيك فكره حاليا بس هي قيد الدراسه، يعني هي لما بتصير بالفعل حاسه انه صارت طازجه رح احكي عنها. نعم. طيب فيما يتعلق بالاعمال الدراميه الاخرى التلفزيونيه؟ يعني بالفترة الماضية مجموعة اعتذارات، لأنه انشغلت بالمجلة، أخذت من وقتي كثير المجلة، واكتشفت أنه القصة أبدا ما أنا سهلة علي. شفتي كيف؟ صعبة كثير عن جد.
يعني عالم الإعلام وعالم الصحافة أكيد كتير في شيء منه من الفن، وكله فن ما في شك. بس في تفاصيل أنا مثلا ما كنت مكتشفتها، عم بتعلمها هلأ، وعم بستمتع إنه عم بتعلمها، يعني مبسوطة فيها. فأخذتني شوي من عالم الدراما. إن شاء الله هلأ في عندي كم نص عم بقراهن، لسه ما أعطيت الموافقة النهائية كمان. نعم. نسرين طافش، شكرا لك الحقيقة، شرفتينا. ثانك يو، شكرا كثير. طلتك دائما رائعة. ثانك يو، تسلم يا علي، وحلوة. شكرا كثير لك. وإن شاء الله دائما نلتقي في حلقة. تسلم، شكرا كثير.